واللي بيقول اللهم ارحمه واغفر له ده مسكين. وقسما بالله لو عارفين سيدنا الشريف التجاني امبارح يتعشى مع منو وعليك بطلت واحد في كل كمان. الله لكن احنا بكينا لنفسنا ما بكينا على سيدنا الشريف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخبارنا الطيبين، كيفكم؟ إن شاء الله كويسين. اللي رجعنا لكم بفيديو جديد وفيديو مهم شديد في غاية الأهمية، الطرق الصوفية وما أدراك ما الطرق الصوفية. أول حاجة لما تيجي تتكلم عن الطرق الصوفية تلقى في ناس كثيرة جدا جدا بتنتقدك وبتقول لك ليه بتتكلم أنت عن الطرق الصوفية وأنت منو، وإساءات كثيرة جدا جدا. فأول حاجة أنا أقول لكم يا جماعة الطرق الصوفية ديل يعني بيخلطوا، وما أي خلط، ديل بيخلطوا يا جماعة في الدين وفي الرسول. فنحن ما قدرنا ندافع عن ديننا ولا الحاصل شنو؟ ليه يا جماعة؟ ليه بس؟ ليه احنا يا جماعة نرضى بالخلط ونشوف الخلط كويس وبنسكت؟ ليه؟ والله بصراحة كده يا جماعة الناس ديل بيعملوا حاجات كده، يعني حاجات غريبة جدا جدا. فأنا اللي جيتكم بفيديو جديد لواحد من الطريقة التيجانية بيقول يا جماعة كلام في منتهى النفاق، وكلام يا جماعة ما بيدخل حتى في عقول طفل صغير. فأنا ما أعرف الناس دي ذاته قاعدين كيف وبيستمعوا له كيف، ده الله أعلم. فأنا جاي أقول لكم يعني أنتوا أحضروا الفيديو، بعد ذاك شنو خلونا نجي نكمل موضوعنا. واللي بيقول اللهم ارحمه واغفر له ده مسكين. وقسما بالله لو عارفين سيدنا الشريف التجاني امبارح يتعشى مع منو وعليك بطلت واحد في كل كمان. الله لكن احنا بكينا لنفسنا ما بكينا على سيدنا الشريف. وبكينا على الطلعه وبكينا على الشوفه وبكينا على التصبيحه. لكن ما نكون انانيين زي ما نحن فرحانين ودايرين نشوف الشريف التجاني. سيدنا الشريف التجاني فرحان، داير يشوف الله وداير يقابل الله وداير يقعد مع الرسول وداير يقعد مع سيدنا ابو بكر الصديق. وامبارح سيدنا رسول الله والصحابه كلهم كانوا محتفلين به، كلهم كانوا مجتمعين ومتعشين مع سيدنا الشريف التجاني. لكن يا جماعه الانانيه ما كويسه، زي ما نحن دايرين لنفسنا نخليه كمان هو برضه يعيش لمن يحب ويمشي لاحبابه. الحقيقه يا جماعه انا ما داير اكثر الكلام، والمقام هنا اعلى من الكلام وارفع. والبيمدح سيدنا الشريف التجاني ده اساءه، ما في زول بيعرف سيدنا الشريف التجاني الا الله سواه. اي والله حقيقه سيدنا الشريف التجاني حتبدا يا داب. والله على ما اقول شهيد. سيدنا الشريف الانسان الحزين والخايف انه ما قاعد مع شريف نقول له ما تحزن، شريف يا داب حيبدا من الليله وانت ماشي بعد ده انجض ونظف عشان تشوف الشريف. الله الله الله. وبعدين يا اخواننا داير اقول حاجه، الناس تلزم الادب مع سيدنا الشريف ومع اولاد سيدنا. ما في زول هنا عنده راي، كلنا عبيد واولاد سيدنا الشريف اسياد وما في زول بيسيد عليهم. اي زول داير يعمل حاجه، داير تعمل قبه، داير تعمل اي حاجه، داير تعمل مسجد، داير تعمل اي شيء ما تعمل باسمك، اعمل باسم سيدنا الشريف التجاني واولاد سيدنا الشريف التجاني. وداير تجيب كان داير تساهم تعال، لكن بدس وما تظهر نفسك وما تقول فلان سوى وما تقول انا سويت، قول سوى اولاد سيدنا الشريف التجاني. وكان داير تقدم ما تديونهن، ادي لنفسك، هم ما محتاجين لك ولا في الدنيا ولا في الاخره ما محتاجين لك. الداير يعمل حاجه يعملها باسم اولاد سيدنا الشريف ما باسمه. اولاد سيدنا الشريف ما محتاجين ولا سيدنا الشريف محتاج. وانا بقول ده كله صدق وصراحه، الناس تلزم الادب مع اولاد سيدنا الشريف، واولاد سيدنا الشريف كلهم كمل، وجزاكم الله خير الجزاء. واعزي نفسي واعزيكم جميعا واعزي كل اهل الارض، وارحب باسم الشريف التجاني وباسم الشريف قرشي بوزير الماليه ولايه السنار شاركنا في هذا الخطبه الجلل دكتور انور محمد احمد، جزاه الله عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمه الله. فأنا في الحتة دي يعني ما أقدر أعلق ولا أقول أي كلام غير أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وتاني حاجة برضو بالرد بآية وبس. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون.
إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبل سنابل صوت الحق، اللي بنقدم لكم نصيحة وبكرة بنكتشف لكم حقيقة، وفي المقابل ما عايزين ضريبة، عايزين مجتمعنا يكون معافى من كل عاداتنا الخير حميدة.